النادي الاهلي امام نادي بيراميدز، ومباراه من اهم المباريات للنادي الاهلي. يعني بتيجي فكره الصراع القديم ما بين بيراميدز والنادي الاهلي، وكمان فكره سوء النتائج الاخير اللي فيه النادي الاهلي. اظن ان الجماهير مش هتستحمل اخفاقات اكتر من كده، وفكره كمان ان النادي الزمالك هو دلوقتي اول الدوري طبعا بفرق الاهداف، لكن ده برضه بيحط النادي الاهلي تحت ضغط بعد ما كان هو المتقدم وهو اللي في الصداره بيتراجع. فكل دي او الثلاث نقط دول بيحطوا النادي الاهلي تحت ضغط قبل ما يدخل مباراه بيراميدز. لكن كولر عليه ان هو في فكره معينه انا حابب ان انا اطرحها في الفيديو ده، اتمنى ان انتم تسمعوني فيها في الاخر وتشاركوني رايكم في النهايه، هل كلامي صح ولا لا. الفكره دي هنطرحها ونشوف هل كولر المفروض هو فعلا يأديها ولا لا، وهتفيده ولا لا، وكل ده ان شاء الله هنشرحها في الفيديو ده. وخلونا ندخل في الفيديو كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. نبتدي كلامنا كده بان احنا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام وندخل في كلامنا على طول. النادي الاهلي في فكره كده هنسرقها من موسيماني، لازم ان احنا نكون مؤمنين الراجل ده كان ذكي جدا في ان هو يطبقها في النادي الاهلي. وخلينا اقول لكم بس حاجه قبل اي كلام. اللعب بواقعيه في وقت من الاوقات هو اللي بيخدم الفريق وبيخدم مصلحه الفريق. انت اللي يهمك دلوقتي قدام بيراميدز مش اللعب الجمالي على قد ما انت تفوز بالمباراه. ده اهم شيء اظن من النادي الاهلي دلوقتي، فكره ان هو يخرج من فكره تسلسل النتائج السيئه. ده رقم واحد، الحفاظ على قمه الدوري. فكره بيراميدز اللي انت بتعنده او في عناد او في صراع ما بينك وما بينه، فكل ده لازم او بيحتم فكره ان انت تفوز بالمباراه اكتر من اللعب الجمالي. وده لازم او ده اللي بيجبرك ان انت تلعب المباراه بواقعيه. وحاجه ثانيه حابب اقولها باختصار في الموضوع ده، سواء نادي الاهلي، نادي الزمالك، المنتخب المصري، المدربين اللي نجحوا مع الثلاثه اللي هم لعبوا بواقعيه بس، لكن فكره المدربين اللي قالوا ان هم هيقدموا لعب جمالي و الى غيره فشلوا. يبقى فكره يا شباب نكون متفقين ان اللعب الواقعيه هو افضل شيء، او اللعب بواقعيه في الظروف دي هو افضل شيء. نروح للفكره على طول. الفكره ان موسيماني عوض واحد زي غياب بدر بنون او اصابه بدر بنون واصابه واحد زي اكرم توفيق بان هو كان بيلاعب حمدي فتحي ليبرو متقدم. لان خلينا نكون صراحه مع بعض، ايمن اشرف وياسر ابراهيم ما كانوش بقوه بدر بنون، ومحمد هاني مش بقوه اكرم توفيق الدفاعيه ابدا. فالراجل كان بيحل المعضله دي او اللوغاريتمات دي بان هو بيحط حمدي فتحي ليبرو متقدم، وده كان بيخدمه في حاجات كتير جدا. وخلونا نشرح كده الاربع نقط اللي حمدي فتحي وجوده في المركز ده بيخدم النادي الاهلي فيهم. اولا، وجود حمدي فتحي كليبرو متقدم زي ما قلنا، فكره ان محمد هاني مش بالقوه الدفاعيه لاكرم توفيق، فوجود حمدي فتحي كاليبرو متقدم بيخلي الاثنين مساكين يقدروا يفتحوا خطوطهم شويه، فبيقدر ان هو يغطي كويس ورا واحد زي محمد هاني. الحاجه الثانيه، واحد زي علي معلول انت بتستفيد منه هجوميا بشكل كبير جدا، افضل مفتاح لعب في مصر والكل مسلم بده. اكتر لاعب بيعمل اسيستات تقريبا او كي باص في النادي الاهلي هو علي معلول بدون منافس، والخطوره الهجوميه كلها للنادي الاهلي بتيجي من ناحيه علي معلول. فانا افيد لي في ان انا اغطي ورا علي معلول واسيبه يتقدم براحته، ده شيء افيد بكتير جدا للنادي الاهلي، افيد هجوميا بشكل كبير جدا. فحمدي فتحي برضه وجوده ثالث، وتحرك مثلا محمد عبد المنعم او متولي في ان هو يغطي ورا واحد زي علي معلول افيد بكتير جدا للنادي الاهلي. كده نقطتين. النقطة الثانية، واحد زي حمدي فتحي دايما انا بشوفه من اللعيبه اللي بتقدر تديك او من افضل اللعيبه التكتيكيه اللي موجوده في مصر في مركز 6. لان حمدي فتحي في الحاله الدفاعيه زي ما بقول بيلعب ليبرو متقدم، في الحاله الهجوميه حمدي فتحي من اللعيبه اللي الباص بتاعها كويس جدا، الشوط بتاعها كويس جدا، كمان ضربات الهيد بتاعته كويسه جدا. فالراجل تكتيكيا في الحاله الدفاعيه بتقدر تعتمد عليه ان هو يلعب ليبرو متقدم، وفي الحاله الهجوميه الراجل بيجيدها وراجل كويس جدا فيها. دي الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه بقى اللي انا عايز اقولها، بص على لعيبه نادي بيراميدز. بيراميدز خلينا نكون متفقين هو معاه اقوى لعيبه دلوقتي موجوده في الدوري المصري، فعشان كده بقول لازم تلعب قدامه بواقعيه مش فكره اللعب الجمالي، لانه بيمتلك لعيبه او امكانيات لعيبه فرديه اقوى من اي نادي في مصر سواء اهلي او زمالك. كلنا لازم نكون معترفين بده. ممكن ما يكونش عندهم الحماسه، فكره ان هم بيصارعوا ان هم يبقى عندهم الحماسه يصارعوا على بطوله و الى غيره، لكن كفرديا وكمهارات لعيبه هو من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر، وكتيم ككل محدش عنده التيم ده كله من المهارات الفرديه او من كميه اللعيبه. فخلونا نروح بس للفكره اللي انا بقولها دي. لعيبه نادي بيراميدز عندهم مشكله صغيره، فكره واحد زي مصطفى فتحي وفكره رمضان صبحي ما بيقدروش ينطلقوا من الثبات، بينطلقوا في المساحات. ففكره وجود حمدي فتحي هيخليك
تضغط على واحد زي رمضان صبحي ومصطفى محمد من بدري. ليه؟ لان علي معلول وواحد زي محمد هاني هيقدروا ان هم يتحرروا ويقابلوا واحد زي رمضان صبحي او مصطفى فتحي بدري، ما يقابلهمش في النهايه وان هو يكون خايف على اللي وراه فبيتراجع. لا، وجود حمدي فتحي وان الاثنين المدافعين او الاثنين المساكين بيفتحوا خطوطهم وبيغطوا ورا محمد هاني وعلي معلول هيخليهم يقابلوا زي ما بقول واحد زي رمضان صبحي وواحد زي مصطفى فتحي بدري من خط الوسط، مش مدينهم المساحه للانطلاق. وحتى لو عدى من محمد هاني هيلاقي متولي، ولو عدى هنا من علي معلول هيلاقي عبد المنعم. فالفكره في كده ان انت اللعيبه هتضغط كده، انت بتضغط عليهم باثنين لعيبه مش مديهم المساحه ان هم ينطلقوا براحتهم. ودي الفكره الاهم، ان انت تبقى عارف الميزه اللي موجوده في اللعيبه اللي قصادك وبتحاول ان انت تقطع عليهم الميزه دي او حاول ان انت تستخلص منهم الميزه دي، فهيقفوا عاجزين قدامك. فزي ما بقول حمدي فتحي وجوده في المكان ده ليه 4 نقط مهمين جدا، وانا شرحتهم وشرحناهم مع بعض وقلناهم مع بعض. لازم النادي الاهلي ما يستغناش ابدا 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 عن ال4 حاجات دول، وان شاء الله الحاجات دول يامنوه دفاعيا ويقدروا ان هم يحققوا الفوز. بالنسبه لخط هجوم النادي الاهلي، انا شايف ان النادي الاهلي لازم يلعب ب3 لعيبه في خط الهجوم. اولا سافيو، عبد القادر لو رجع، انا ما اعرفش عبد القادر لو رجع ولا لا، ولو عبد القادر ما رجعش يبقى كريم فؤاد، واللاعب الثالث هو محمد شريف. محمد شريف في الفتره الاخيره خلاه انا معاكم ان هو مستوى وحش، لكن محمد شريف من اللعيبه اللي بتعرف تنطلق في المساحات. وفكره بيراميدز لو اتقدم عليك او جرأ ان هو يتقدم عليك في الحاله او في الناحيه للعب الهجمه المرتده، واحد زي سافيو وعبد القادر، خلينا نقول عبد القادر مش موجود، سافيو وكريم فؤاد الاثنين عندهم مهارات خاصه، ويمكن كريم فؤاد عنده فكره الانطلاق بقوه، ده شيء مميز جدا في الهجمات المرتده. محمد شريف برضو من رؤوس الحربه اللي بتعرف تلعب بره الصندوق كويس وبيعرف ينطلق كويس، فده برضو هيفيدك في الهجمات المرتده. واحد زي سافيو مهاراته الخاصه في الهجمات المرتده بتخوف المدافعين شويه، ويمكن كمان لو عملوا معاه فاولات كتير بياخدوا انذارات وممكن توصل للطرد. فحتى لو المدافع اخذ انذار هيخاف بعد كده من مواجهه اللاعب زي برناردو سافيو. فانا شايف ان الخط الهجومي بالشكل ده هيكون افيد بكتير، لان قفشه واحد من اللعيبه اللي الكوره بطيئه جدا في رجلها، فمش هيفيدك في الهجمات المرتده. ده شرح للمباراه كله، او ده اللي انا شايف المفروض النادي الاهلي او كولر المدير الفني النادي الاهلي خطته تكون موضوع يعني، او خطته تكون هي دي العناصر اللي يعتمد عليها وهي دي الافكار اللي يعتمد عليها. مش عارف كولر ممكن يقدم ايه او ممكن يعمل ايه، لكن زي ما بقول اتمنى يعمل اللي انا بقول عليه، لان لو ما عملش او ما امنش نفسه دفاعيا ولعب بواقعيه ممكن يخسر المباراه بنتيجه كبيره. خلونا نشوف المباراه بكره ان شاء الله، نتمنى الفوز للنادي الاهلي. اتمنى يكون شرح الافكار عجبكم، واتمنى ان انتم برضو تشاركوني رايكم في التعليقات، ايه اللي ممكن يعمله كولر او مين اللي ممكن يقدمه كولر، ايه اللعيبه اللي ممكن يعتمد عليها عشان يقدر يحقق الفوز على بيراميدز. مستني تعليقاتكم.